فعلا لما يكون طالب في ثانوية عامة كان بيبقى في حالة طارئ حقيقية في البيوت. فبسبب الضغط العصبي والكلام ده ما قدرتش، جيت القاهرة عند أخي شقيقي الأكبر، فكان ساكن في شارع مصر والسودان، وكنت أنا بصلي الجمعة عند الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يرفع درجاتي في الجنة. الشيخ كشك يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله أن عاطفتي نحو ديني، يمكن ما تعلمتش منه علم كثير، وإن كنت فيما بعد صاحبته لما دخلنا السجن مع بعض سنة 81، ويعني شرفت بأنني كنت معه في فترة من الفترات، وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في آن واحد، كان له يعني رقة قلب رحمة الله عليه. المهم الشيخ عبد الحميد كشك ده يعني كان خطيبا من الطراز الأول، كان رجل مفوها، ويعني كان في يعني صوته نبرة حزن، وكان عنده جزالة في صوته، وكان فصيحا في خطابه، ينتزع الدمع من المآقي حتى من غراض الأكباد. المهم ان وانا اصلي الجمعه، وطبعا كانت الانسان بيبكي بقى ليه، كل الناس اللي حواليه بيبكوا، فكنت انا برضو اول لما الاقي واحد بالذات كبير وملتحي ولحيته بيضه وعمال يبكي كنت على طول ابكي زيه. وبعد الخطبه نطلع بقى نلف على تجار الكتب اللي عاملين يفرشين كتب على الارض وكده. المهم انني ظفرت بكتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني. الحكايه دي انا حكيتها، ولكن انا مضطر اقولها، يعني مش هطول فيها قوي لان انا حكيتها قبل ذلك ربما اكثر من مره. فوجدت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبعدين فتحت الكتاب، أعجبني أسلوبه وإن كنت مش فاهم كتير منه، لكن كان يعني ثمنه باهظا بالنسبة لمثلي، كان ب30 قرشا آنذاك، وأنا لم يكن في جيبي إلا 5 قروش. فتركت الكتاب، ويعني لفيت لقيت تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، فالتقطت الكتاب على طول، وبعدين فتحته عجبني، كان ب5 قروش، دفعت كل اللي في جيبي وخدته. المهم ان الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذا الكتاب فتح عيني على مسألة الأحاديث وضعيفه والكلام ده. طبعا ده بعد ما حصلت الكتاب الأصلي في الجمعة اللي بعدها. بدأت أبحث عن كتب الشيخ الألباني، لقيت الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، وكان آنذاك بينشر 100 حديث ب100 حديث، ما كانش 500 حديث زي ما حصل بعد كده، لا، ال100 حديث الأولى كانت في جزء لطيف. المهم قعدت أتصفح الكتاب، أسلوبه جزل وحاسس بفخامة في الكتاب ومش فاهم حاجة، بس كانت الحسنة اللي الشيخ رحمة الله عليه أسداها لي وأسداها للجيل كله، أن كان يجيب الحديث ويذكر درجة الحديث تحتيه، وبعدين يخرج الحديث ويذكر ليه هو حكم عليه بالوضع أو بالضعف أو بالبطلان أو الشذوذ أو إلى آخره. فوجدت في ال100 حديث الأولى حوالي 10-15 حديث الشيخ كشك بيقولهم في الخطبة، والشيخ الألباني حاكم عليهم بالوضع أو حاكم عليهم بالضعف أو حاكم عليهم بالوهاء. فأنا كبرت في دماغي المسألة إن الشيخ كشك بيقول أحاديث، فبقيت محتار، الشيخ كشك هذا الضخم الكبير إزاي يقول أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إزاي حاجة زي كده؟ يعني مش قادر أستوعبها. مين اللي غلطان؟ هل يا أستاذ الشيخ الألباني هو اللي غلطان ولا الشيخ كشك اللي غلطان؟ حصل عندي نوع من النزاع القلبي جوايا. المهم يعني قضيت الأسبوع وأنا أقرأ في السلسلة في البيت حديث الأولانية، ونفسي تصارعني إزاي الشيخ كشك بيقول حديث موضوع، مش قادر أفهم يعني. وده رجل عالم جليل كبير، كنت لسه يا دوبك لسان بيحبو في العلم، ما أناش عارف بقى مراتب العلماء ولا عارف سمت العالم ولا من هو الذي يطلق عليه عالم ولا يطلق عليه واعظ ولا يطلق عليه مفكر، التقسيمات الحديثة دي. ففي يوم من الأيام بعد حوالي أسبوعين كده حضرت برضو كالعادة عند الشيخ كشك رحمة الله عليه، وإذا به يقول الحديث الآتي، اللي هو الحديث الذي رغبني في دراسة علوم الحديث، وفي نفس الوقت جعل همي ووكدي إن أنا أبقى حارس على هذه السنة، أذب الكذب عنها أسوة بأئمتي الذين سبقوني في كل الأعصار.
الشيخ رحمة الله عليه كان بيتكلم عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فأورد هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. الناس صرخت بقى، وأنا برضو انفعلت وبكيت برضو، يعني ما يعني برضو الجو العام مشحون، والكلام ده كان قبليه كلام يهيج الأعصاب وبعديه كلام، لكن يعني الحديث ما ركبش على قلبي، ما جاش على قلبي، برغم إنه ما فيهوش حاجة يعني، لو صح ما فيهوش معنى منكر يعني، بس مش عارف ليه أنا شكيت في هذا الحديث. أول ما خلصت الخطبة وذهبت أدور على أي كتب للشيخ الألباني في الأحاديث الضعيفة، لقيت الجزء أو القسم الثاني 100 حديث، القسم الثاني 200، تتمة 200 حديث، 100 حديث الثانية. قعدت أبحث بقى في الجزء الأول والجزء الثاني عن الحديث ده إن الله تجلى، ما لقيتش الكلام ده خالص. ذهبت إلى مكتبة من المكتبات، قلت له: ما عندكش أي كتاب في الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة والكلام ده؟ فأعطاني، قال لي: عندك دور في الرف ده. قعدت أدور، لقيت كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف. بدأت أبحث في الكتاب، وإذا بي أجد هذا الحديث الذي ذكره الشيخ على المنبر، وحكم ابن القيم عليه بالبطلان أو بالوضع. الوضع يعني مكذوب يعني، والبطلان يعني أخو الكذب. بس الفرق ما بين الموضوع والباطل إن الموضوع واحد افتراه ألفه، إنما الباطل ممكن يعني يخطئ إنسان فيه، ينقل كلام الناس يجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما وقفت على كلام ابن القيم كدت أن أطير فرحا، إن أنا عايز أنا شايف إن الحديث الشيخ بقى بيقول أحاديث ضعيفة، وأنا حينئذ كبران أوي في دماغي إن لا يحل لأحد قط أن يروي حديثا ضعيفا، وإن من تمام النصيحة أنه لا بد أن أنصح، ومش عارف كبرت في دماغي. فكان الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ كشك يعني، له درس ما بين المغرب والعشاء في المسجد عين الحياة اللي هو موجود في دير الملاك هناك في مصر والسودان. المهم رحت المسجد، والمسجد كان خاصا بأهله. بعد ما صلينا المغرب عايز أدخل للشيخ أقول له: بس أنا يعني فتى صغير، والشيخ يعني شهرته طبقت الآفاق، وعندي يعني هيبة منه كده. المهم على ما وصلت له، كنا طابور، على ما وصلت للشيخ وهمست في ودنه كده، قلت له: يا شيخنا يعني أنت حضرتك قلت إن في حديث كذا 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 إن الله يتجلى. قال لي: أيوة يا ابني. ماله الحديث يعني؟ قلت له: وأنا أتعثر في أذيالي، أنا مش عارف أتكلم، أقول له ده كذب، إزاي تقول كذب؟ مش عارف أقولها إزاي، ومش عارف رد فعله هيكون إيه يعني. فقلت له: الحديث ده ابن القيم بيقول عنه إن هو مكذوب. قال لي: مكذوب إيه؟ ده حديث صحيح. طب مكذوب ليه؟ إيه يعني اللي فيه يعني؟ هو يعني أبو بكر ما يستاهلش إن ربنا يتجلى له وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ قال كلام مش قادر أضبطه الآن، مش قادر أجيب ألفاظه يعني، لكن الكلام كان في هذا كان في هذا المحور. أنا اتلبشت بقى أول ما قال الكلمتين دول، عرقت بقى وحسيت إن أرض تشق وبلعيني، مش عارف أرد. المهم قال لي كلمة أنا انتفعت بها كثيرا. قال لي: يا بني، تعلم قبل أن تعترض. الكلمة دي الحقيقة برغم أنها يعني كانت كأنه رماني بحجر، وأحسست بأنني أتعثر في ذيلي، لكنها فعلا كانت كلمة انتفعت بها كثيرا. زي برضو أحيانا يعني الإنسان، وطبعا ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان ممكن كلمة من كلمة اتهام تكون يعني انطلاقة نجاح. يعني لما أنا ما جبتش في الثانوية العامة مجموع كويس، يعني التحق بأشقائي في كلية الطب، أبقى دكتور يعني، أخواتي أطباء، فأنا برضو كنت عايز أنا أكمل المنظومة يعني، فما جبتش فكان لي خالي رحمة الله عليه وكان يحبنا جدا، والمهم لقاني كده فقال لي: أنت فاشل، أنت فاشل، أنت فاشل. دي كانت سر تفوقي في الكلية بتاعة كلية الألسن. لما دخلت الكلية كانت سر تفوقي، أنا فاشل إزاي؟ أنا فاشل؟ لا، أنا مش فاشل،
وعايز أثبت لنفسي إن أنا مش فاشل، وأثبت لخالي برضه إن أنا مش فاشل. فالكلمة دي كانت هي سر نجاحي أو في المسألة. المهم كلمة شيخ كشك فكرتني بحكاية كنت قرأتها للفضل بن دكين رحمه الله. أنا قلت بعديها فخرجت من عند الشيخ لما قال لي هذه الكلمة كأنما ديك نقرني. أنت عارف نقرة الديك بالذات في المنام تساوي الموت، زي ما إيه ما عمر بن الخطاب شاف في الحكاية، قال إني رأيت أن ديكا نقرني وإني أراه بين يدي أجلي. ده كلام عمر بن الخطاب، وفعلا لم تمضي عدة ليال حتى طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق. فنقرة الديك عند العلماء يعني تساوي الموتى، يعني نقرة الديك